ولأن خير الأمور لا تأتي بعد عثارتها، لم يكن لوليد أن يدخل بلا تغييرات بعد تعادل مالي الباهت الذي حرك شيئا من مياه الراكدة لم يهدأ على إثرها الشارع المغربي. بداية مبشرة، تحسن واضح، محاولة الأسود لم تتأخر كثيرا حتى وجدت طريقها صوب شباك زامبيا من رأسية الكعب بعد عرضية أناحي. ظل الضغط متواصلا وجاء معه الهدف من أقدام رجل هذا الكان براهيم دياز. التف في فرحته أسود المنتخب على مدربهم وليد مؤكدين شعار الكل للواحد. دخل الركراكي شوطه الثاني بنفس التشكيلة يتوسطه أناحي الذي أرسل عرضية لرجل ينقلب على الكرات ليحولها إلى أهداف، كيف لا، وهو الذي قلب حياته من السالب إلى الموجب، من شوارع درب ميلا إلى شباك مدريد، واعتاد أن يقلب الفرص إلى نجاحات. بعدها كان الصوت القادم من المدرجات يتعالى مع دخول البالون دور الإفريقي أرضية الميدان، ومن أولى اللمسات كاد أن يضيف الرابع في مرمى تشيبولو بولو. سيكون ويلسون شيسالا قد فهم أليس كل ما يتمناه المرء يدركه. كل هذا وذاك يضفي على سفينة المنتخب هدوءا قبل لطمة العواصف الحقيقية، فهل يرسي بها الركراكي إلى بر الأمان؟